بهاي القناة إذا مو أعظم قصة راح تسمعها بحياتك، لأن بهاي الحلقة راح أتكلم عن الإمام الحسين بن علي عليه السلام من الولادة إلى الشهادة وشنو اللي صار بمعركة الطف. بحلقة اليوم ما راح اطلب منك لا تسوي لي لايك ولا اشتراك، اريدك تكمل الحلقة للنهاية حتى تستفاد من المعلومات بصورة صحيحة وكاملة، واوعدك بحلقة اليوم راح تتعلم شغلات كلش هواي عن اهل البيت عليهم افضل الصلاة والسلام، واكو معلومات اول مرة تعرفها، فكل اللي اريده منك انه تلبس سماعات وتقعد لوحدك وتركز بكل تفاصيل القصة واحداثها لان كلها حقيقية وصارت فعلا، وحتى ما احرق عليك اي حدث من القصة خلونا مباشرة ندخل بصلب الحلقة. يا قوم، والله لا أعطي بيد إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد. أتخوفونني بالموت؟ اللهم اشهد أن هؤلاء القوم لم يتركوا لي سبيلا غير الجهاد. والله لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا بركة. ربنا تقبل هذا القربان من عبدك. أما من مغيث يغيثنا؟ هل من ناصر ينصرنا؟ أما من ذاب يذب عن حرم رسول الله؟ إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي فيا سيوف خذيني. الاسم الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام من مواليد 626 ميلادي. ولد الإمام الحسين عليه السلام بالمدينة المنورة اللي هي حاليا موجودة بالسعودية، وعاش بيها كل فترة طفولته، وهو حفيد النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. عزيزي المشاهد، بصورة عامة الإمام الحسين عليه السلام عاش ويا النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام 7 سنوات كاملة، وبهاي ال7 سنوات الإمام الحسين كان كلش مدلل عند الرسول محمد، بحيث كان النبي محمد من يجي ويريد يصلي وهو ساجد يتأخر، لأن كان الإمام الحسين عليه السلام يصعد على ظهر الرسول وهو كان يصلي، فيخاف انه يقوم من السجادة والإمام الحسين يوقع. وبيوم من الأيام الرسول محمد عليه أفضل الصلاة والسلام كان يتجول بالديرة، وفجأة سمع من بيت الإمام علي أكو بكاء الطفل، فطرق الباب الرسول محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وطلعت فاطمة الزهراء اللي هي بنت الرسول وزوجة الإمام علي وأم الإمام الحسين عليهم أفضل الصلاة والسلام. هنا الرسول محمد عرف صوت هذا البكاء كان طالع من الإمام الحسين عليه السلام، فقال لبنته فاطمة: يا فاطمة اسكتيه يرحمك الله. وكان دائما يقول للفاطمة بنته عليه السلام: ألم تعلمي ان بكاءه يؤذيني؟ والرسول محمد كان من يطلع بالديرة يشوف الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام يلعب ويا الأطفال، يروح للأطفال ويقول لهم: لا تبكوا هذا الصبي. الإمام الحسين عليه السلام من هو طفل كانت كل الأطفال تتمنى تصير مثله، وكان واعي ومختلف عنهم وذكي ومحبوب بنفس الوقت. والرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان دائما يجمع الناس ويقعد الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام بحضنه، ويردد بهاي الكلمات ويقول: حسين مني وأنا من الحسين، أحب الله من أحب حسينا. تعال خليني أفهمك معنى هاي الجملة لغويا. حسين مني معناها الرسول محمد عليه أفضل الصلاة والسلام يصير جده، ولكن أنا من الحسين هاي الجملة كلش غريبة، ومعناها أنه الإمام الحسين هو اللي راح يكمل رسالة جده الرسول محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بعد ما عاش الإمام الحسين أجمل وأحلى أيام حياته ويا الرسول محمد، هنا الرسول محمد غادر الدنيا وترك الإمام الحسين بعمر ال7 سنوات. بعد ما توفى الرسول محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، الإمام الحسين عليه السلام بقى يعاشر أبوه الإمام علي عليه السلام ويتعلم منه، وظل يتعلم من أمه فاطمة الزهراء عليها السلام لحد ما الإمام الحسين كبر وصار ولد شاب. والله لا أعطي بيدي إعطاء الذليل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. أنا
علي الطهر من آل هاشم، وجدي رسول الله أكرم من نشأ. الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام من كبر وصار ولد شاب، كل الأهالي كانوا يتمنون إنه أولادهم يصيرون مثل الإمام الحسين، لأن صار شاب من أذكى الأذكياء وأشجع الشجعان وفارس من الدرجة الأولى وصاحب خطط عسكرية كلش ناجحة. إيش ما أحكي لك على شجاعة الإمام الحسين عليه السلام ما راح أخلص، ويرادلنا وقت كلش مفتوح على مود أحكي لك عن شجاعته، لأن الإمام الحسين عليه السلام كان يدخل معارك ويا أبوه الإمام علي ابن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. وانت تعرف شنو معارك الإمام علي؟ وكان الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام أي معركة يدخلها ويا أبو الإمام علي أو أي معركة بصورة عامة لازم ينتصر بيها. حرفيا الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام كان قدوة ومثال لكل شاب بزمانه، بحيث كلها كانت تقلد الإمام الحسين. عزيزي المشاهد، حتى ما طول عليك بالحلقة، الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام هنا استشهد، والإمام الحسن عليه السلام استلم الخلافة بدال أبوه. لذلك الإمام الحسن استلم الخلافة بدال أبوه باعتباره الابن الأكبر للإمام علي. المهم عزيزي المشاهد، بالوقت اللي استلم به الإمام الحسن عليه السلام الخلافة كان الدين الإسلامي شبه متخلخل، لأن رفعت رايات كلش هواي وقاموا يحجون ناس هواي باسم الدين ويطون فتاوي من عندهم. وكان من ضمن هذول الأشخاص أكو شخص اسمه معاوية ابن أبي سفيان، وهذا الشخص كان حاكم كلش ظالم، بحيث معاوية ابن أبي سفيان كان يحكم بالشام اللي هي حاليا سوريا، وأمر المساجد إن وقت الأذان يلعنون الإمام علي عليه السلام. هذا معاوية ابن أبي سفيان كان يبغض الإمام علي عليه السلام بصورة مو طبيعية ويكرهه، وكان دائما يأمر المساجد وقت الأذان لازم يلعنون الإمام علي. واكو روايات تقول أكثر من 70 سنة الإمام علي يلعن بالمساجد. أنت متخيل السنين اللي الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام مظلوم بيها؟ لأن مو بس الإمام الحسن عليه السلام ومعاوية ابن أبي سفيان ظلوا يحكمون، لا، الدين مال الرسول اتقسم لأقسام كلش هواي. هنا الإمام الحسن عليه السلام قرر يسوي صلح ويا معاوية ابن أبي سفيان، لأن طغى بصورة مو طبيعية وبدأ يقتل وينهب بالناس باسم الدين. للأسف الإمام الحسن عليه السلام مظلوم بصورة مو طبيعية. ترى لو ما الإمام الحسن عليه السلام كان دين الرسول انهدم بالكامل، ولولا هذا الصلح اللي سواه كان ناس انقتلت أكثر. ولكن الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام من خطأ هاي الخطوة الإمام الحسين عليه السلام كان يدري بيها ومؤيد أخوه لين يدري بيه على حق. فلازم كل العالم يعرف أنه الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام إله فضل كلش كبير على الدين الإسلامي، باعتباره أنه هو مكمل رسالة الرسول محمد. عزيزي المشاهد، قبل كانوا يدزون الرسائل عن طريق أشخاص يسافرون من منطقة لمنطقة في سبيل ينقلون رسالة، فكانت تجي رسائل كلش هواي للإمام الحسن عليه السلام مكتوب بيها احنا من اهل العراق ونريد نصير اتباعك وانصارك ونريد نبايعك. فالإمام الحسن عليه السلام كان يستلم هاي الرسائل ويفتحها، ومن يجي يقراها يبتسم ويشمرها بالنهار. فكانت اكو مرة ملاحظة الإمام الحسن انه دائما كل ما تجي مجموعة من الرسائل يفتحها يقراها يبتسم ويشمرها بالنهار. فبيوم من الأيام هاي المرة سألت الإمام الحسن عليه السلام وقالت له انت ليش جاي تقرأ الرسائل وتبتسم وبعدها تشمرها بالنهار وما تستفاد منها؟ فالإمام الحسن عليه السلام قال لها يا أمة الله، هاي الرسائل جاي تجيني من أهل العراق، وأهل العراق لا أخذ منهم لا حق ولا باطل، ولا أخشاهم على نفسي ولكن أخشاهم على ذلك. وكان يأشر على الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، لأن الإمام الحسن عليه السلام كان يعرف ويحس بأخوه شلون راح يخذلوه أهل العراق مثل ما خذلوا الإمام علي عليه السلام. فزت ورب الكعبة. المهم عدت الايام والصورة طبيعية والصلح كان ماشي، لحد ما بيوم من الايام معاوية ابن ابي سفيان دز شخص اسمه مروان ابن الحكم على زوجة الامام الحسن.
هذا مروان بن الحكم راح لزوجة الإمام الحسن وقال لها انت ليش ما تسممين زوجك، ومعاوية ابن ابي سفيان راح يزوجك ابنه وتعيشين ملكة. وهي بدون لاحم ولا دستور مباشرة وافقت، وبالفعل سممت الإمام الحسن عليه السلام. السلام على الإمام المظلوم صاحب الكبد المسموم والقبر المقدوم. الإمام الحسن عليه السلام أول لقمة أكلها مسمومة مباشرة باوع على زوجته بنظرة وقال لها حرقك الله وحرق الله أكبادك، لأن بعد فترة كلش صغيرة من شدة الحرقة اللي صارت بالإمام الحسن عليه السلام ظل يستفرغ جزء من كبده. وبعد ما انقتل الإمام الحسن عليه السلام مسموما مباشرة استلم الخلافة من بعده الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. ورغم كل اللي سواه معاوية بن أبي سفيان، الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام بقى ملتزم بكلمة أخوه، لأن الإمام الحسين صاحب كلمة ومبدأ. والتزم الإمام الحسين عليه السلام بهذا الصلح وما كسر كلمة أخوه نهائيا، لحد ما بيوم من الأيام معاوية بن أبي سفيان كان على فراش الموت. وهو على فراش الموت معاوية بن أبي سفيان لم العالم كله وأمرهم إنه يبايعون ابن يزيد ابن معاوية. لا اقول لك ولا تقول لي عزيزي المشاهد يزيد ابن معاوية ظالم وفاسد وفاسق وشارب خمر واي صفة ما حلوة موجودة بالكرة الارضية تلقاها عنده. لحد هنا الامام الحسين عليه السلام ساكت وملتزم بالصلح وما حكى اي حكاية، لحد ما صارت الكارثة. وبيوم من الايام اجت رسالة للامام الحسين عليه افضل الصلاة والسلام، ومن فتحها كانت الصدمة، لان اول ما فتح الرسالة لقاها من يزيد ابن معاوية وكاتب له بداخل الرسالة انت لازم تجيني للقصر مالتي وتبايعني حالك حال العالم، وانا اصير خليفة عليكم واميرا للمؤمنين ولازم تطيعوني بكل اوامري. انت متخيل عزيزي المشاهد هذا كله جاي يصير والامام الحسين هو الاولوية اليه ولازم يكون اميرا للمؤمنين. هنا الامام الحسين عليه السلام بعد ما كمل قراية هاي الرسالة مباشرة سدها وابتسم وقال انا لله وانا اليه راجعون، وعلى الاسلام السلام اذا بليت بامه بشخص مثل يزيد. فكانك بذاك الوقت شخص اسمه الوليد طلب من الامام الحسين انه يقعد ويا يزيد في سبيل بايعه. فالامام الحسين عليه السلام اول ما قعد هذا الشخص اللي اسمه الوليد قال للامام الحسين يزيد خليفة الله بالحق. هنا الامام الحسين عليه السلام نهض بوجهه بقوة وقال له يزيد اميرك فاسد وشارب بالخمر وفاسق ومثلي لا يبايع مثله. فيزيد قال للامام الحسين عليه السلام نحن لا نطلب منك سوى كلمة، فلتقل بايعت واذهب بسلام الى جميع الفقراء وقل لهم ما تشاء. وقال له قلها وانصرف يا ابن بنت رسول الله حقنا للدماء ما ابسطها ما هي الا كلمة. فالامام الحسين عليه السلام رد عليه بكلمات وابيات شعرية تقشعر الجلد، والمفروض لحد يومنا هذا احنا كنا بصورة عامة نمشي عليها. الإمام الحسين قال له كبرت الكلمة، ما دين المرء سوى كلمة، وما شرف الرجل سوى كلمة، وما شرف الله سوى الكلمة. أتعرف ما معنى الكلمة؟ دخول الجنة على كلمة، ودخول النار على كلمة، وقضاء الله هو الكلمة. الكلمة لو تعرف حرمة زاد مثخور، الكلمة نور وبعض الكلمات قبور. بعض الكلمات قلاع شامخة يعتصم بها النبل البشري، الكلمة فرقان بين نبي وبغي. بالكلمة تنكشف الغمة، الكلمة نور ودليل تتبعه الأمة. عيسى ما كان سوى كلمة، وقضاء الدنيا بالكلمة وعلمها للصيادون وصاروا يهدون العالم. الكلمة حسن الحرية، إن الكلمة مسؤولية، إن الرجل هو الكلمة، وشرف الرجل هو الكلمة، وشرف الله هو الكلمة، ولا رد لي لمن لا يعرف معنى الكلمة. انتم متخيلين الرسالة العظيمة اللي وصلها الامام الحسين عليه افضل الصلاة والسلام على كلمة فقط؟ يعني وصل لك رسالة بكلمة تطب للموت وبكلمة تطلع من عنده. المغزى من الموضوع والرسالة حاول انه انت تكون عندك كلمة وثابت عليها، لان شرفك وشرف الله وكل شيء بالدنيا واقف على كلمة. فما من الممكن انا او انت نجي نكسر كلمة الله سبحانه وتعالى او هذا العالم كله في سبيل احنا ننطي كلمة وما نلتزم بيها. واكو رسالة ثانية
ثانية الإمام الحسين عليه السلام وصلها إنه الإمام الحسين يكره الشخص اللي ما عنده كلمة، فحاول تلتزم بكلمته. هنا عزيزي المشاهد أحب أقول لك إنه وصلت حدها، والإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام قرر إنه هو ما يسكت على هذا الموضوع. فقرر الإمام الحسين عليه السلام ياخذ كل أهله وأتباعه ويتوجه للكوفة اللي هي العراق ويسوي ثورة ضد يزيد. والإمام الحسين من طلع كانت مو غايته قتال، كانت غايته مجرد ثورة سلمية ورسالة للأجيال القادمة. الإمام الحسين عليه السلام طول هاي الثورة كان يردد بهاي الكلمات: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. وعزيزي المشاهد إذا نجي نحسبها أنا وياك فهو من حقه وهو المفروض يصير أميرا للمؤمنين ويحكم بالعدل. على أي أساس شخص مثل يزيد ظالم يكون إنه هو خليفة على المسلمين؟ لا، ومو بس هيك، أميرا للمؤمنين والإمام الحسين موجود. بعد ما عرفنا الإمام الحسين عليه السلام ليش طلع ضد يزيد وسوى ثورة عليه بداخل العراق اللي هي الكوفة، تعال أخذك رحلة خلود الإمام الحسين ومعركة الطف. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. الإمام الحسين عليه السلام أول ما وصل كربلاء هو وكل عائلته وأصحابه وياه، سأل أصحابه وقال لهم: ما اسم هذه الأرض؟ فقالوا له: هذه أرض الطف يا مولاي. فقال لهم الإمام الحسين: وهل لها اسم آخر؟ فقالوا له: نعم يا مولاي، هذه أرض كربلاء. فالإمام الحسين عليه السلام قال: أعوذ بالله من الكرب والبلاء. وهنا الإمام الحسين عليه السلام قال لكل أصحابه وأهله: انزلوا، فهنا محط رحالنا ومسفك دماؤنا. بهكذا حدثني جدي رسول الله. حبيبي حسين. ما الذي يبكيك يا أبتاه؟ ما الأمر؟ يا فاطمة، لقد تذكرت ما سيجري عليه بعدي من مصائب ومحن. أي مصائب يا أبا؟ اعلمي يا أم أبيك إن لولدي يا أب درجات لن ينالها إلا بالشهادة، فكأني به يقتل عطشانا ظمآنا وحيدا غريبا في أرض يقال لها كربلاء على شاطئ يسمى الفرات، يزدلف عليه فيها 80,000 من الناس، كلهم يطلبون دمه ولا يرجعون إلا بقتله، فكأني به ينادي: الماء الماء، فلا يسقوه قطرة واحدة حتى يذوق الموت غصة بعد غصة، حيث لا ناصر له ولا معين، فيستغيث فلا يغاث. المهم من قال لهم الإمام الحسين عليه السلام نزلوا بهاي الأرض، بالفعل سمعوا كلامه ونزلوا. ولكن بهالأثناء اجى شخص وصل رسالة للإمام الحسين وقال لأهل الكوفة: خذلوكم. هنا الإمام الحسين عليه السلام دار على أصحابه وقال لهم: أهل الكوفة باعونا وخذلونا، فاللي يحب فيكم يرجع، لا عليه إثم ولا عليه حرج. فأصحاب الإمام الحسين عليه السلام قالوا له: فوالله إنه إحنا ما راح نتركك ونجاهد وياك ونذوق اللي ذاقه مسلم بن عقيل واللي تذوقه أنت. بعدها الإمام الحسين عليه السلام ظل يتقدم بكربلاء لحد ما وصل لنقطة معينة اسمها منطقة الطف. أول ما وصل الإمام الحسين عليه السلام لمنطقة الطف انصدم من لقى قدامه 30,000 مقاتل منتظرين إنه ينهون حياة الإمام الحسين، لأن هم خلوا الإمام الحسين عليه السلام أمام خيارين: يا أما الجهاد يا أما إنه أنت تبايع يزيد وتمشي بالباطل. الإمام الحسين عليه السلام كان ويا أخوه اسمه الإمام العباس عليه السلام، والإمام العباس شخصية جدا قوية ومرعب.
الامام العباس كان معتبر اخوه الامام الحسين قدوته بالحياة ويتعلم من عنده كل شيء، بحيث انه هو واصل مرحلة يسميه سيدي ومولاي وما يقول له اخي. كان بيناتهم احترام متبادل كلش قوي، وكان الامام العباس عليه السلام ذراع الامام الحسين الايمن، وكان جيش يزيد بن معاوية كلها ترجف من الامام العباس عليه السلام من شدة هيبته وجماله وضخامته. واذا انت تجي تبحث عن الامام العباس وتقرا عليه بكل الروايات راح تلقى انه الامام العباس من كان يركب على الخيل رجله تطخ بالقاع من شدة طوله وهيبته. عزيزي المشاهد، حرفيا الامام العباس عليه افضل الصلاة والسلام مقاتل مرعب، وواصل مرحلة بالقتال والفروسية فوق ما تتصورها، لان كان جيش عمرو بن سعد يقول انه لا يقف امام العباس الا من يحمل قلب اسد. وقرأت رواية من الروايات تقول واحد من جيش عمرو بن سعد كان دائما يسمع كلمة الامام العباس عليه السلام ويقول له اقترب الموت عليكم. فالامام العباس عليه السلام كان ما يهتم بكلامه وما يهتز ولو شعره، ودائما يقول له انت تخوف الحوت وهو ببطن المي، يعني يوصل له رسالة انه انا حاليا جاي اطوف داير مداير الموت، انت تجي تخوفني منه. المهم ظل معسكر الامام الحسين عليه افضل الصلاة والسلام بالكامل بدون لا اكل ولا شرب، وانحرموا من المي بصورة كاملة. هناك كان اكو نهر اسمه نهر الفرات، وكانوا مسيطرين عليه معسكر عمرو بن سعد بالكامل. فجيش يزيد مخلين تقريبا اكثر من 500 شخص داير مداير هذا النهر في سبيل لا الامام العباس ولا الامام الحسين يوصلوا له، وكل هذا اللي يسووه في سبيل يخلون الامام الحسين عليه السلام يتعب ويستسلم ويخضع للامر الواقع، ولكن حاشا الامام الحسين يوافق. فهنا عدت ايام على الامام الحسين عليه السلام وكل المعسكر مالته وعائلته والاطفال كلهم ايام ما ضايقين ولا قطرة مي. فالامام الحسين عليه السلام راح المعسكر عمرو بن سعد وطلب من عندهم المي، وقال لهم اذا مو لي انطوني حتى لو للاطفال لان راح يموتون من العطش. وظل يصيح باعلى الصوت يا أمة الإسلام انتم ما تعرفون اني ابن من وما تعرفون حسبي ونسبي، وهاي العمامة مو مال الرسول لابسها، اذا مو اسلام انتو خلي عندكم عروبه. فالامام الحسين عليه السلام وصلهم رسالة وقال لهم اذا كنتم مو اسلام او كفرة حاولوا تكونون عرب واكو حرمة مرة او طفل عطشان. فقالوا للامام الحسين احنا نعرف كل اللي حكيته انت ونحن غير تاركيك حتى تذوق الموت عطشا. ومن اجت 7 محرم هنا معسكر عمرو بن سعد توجه هو وشمر بن ذي الجوشن للامام العباس عليه السلام في سبيل يخلون الامام العباس ينضم وياهم، لان عمرو بن سعد يدري انه الامام العباس عليه السلام عنده بعد اخوه 2 موجودين وياه بداخل المعركه، اذا طبوا لاي معسكر راح يدمروه بالكامل. وهذول الاثنين هم عثمان بن علي بن ابي طالب وعون بن علي بن ابي طالب، والثالث هو العباس بن علي بن ابي طالب عليهم السلام اجمعين. فعمرو بن سعد توجه للامام العباس عليه السلام على مود يحكي وياه، فظل يصيح وكان الامام العباس عليه السلام ما يجاوبه، لحد ما طلع الامام الحسين وقال له يا اخي يا عباس روح وجاوبه. بالفعل الامام العباس عليه السلام ركب على الخيل مالته وراح لعمرو بن سعد وقال له تكلم. فعمرو بن سعد قال له انت ليش ما تترك اخوك الحسين وتجي وياي بالمعسكر واضمن لك الامان والسلام. فالامام العباس عليه السلام هنا تعصب كلش وقال له لعنك الله ولعن الله سلامك، تريدني اترك اخوي
اخوي الحسين وحده بداخل المعركة واجي وياك؟ فعمرو بن سعد قال له انا اخذت لك امر من يزيد، تعال وياي للمعسكر وراح اخليك حتى قائد على الجيش بصورة تامة، لان انت عندك خبرة عسكرية وشجاع. فالامام العباس عليه السلام جاوبه مرة ثانية قال له لعنك الله ولعن الله اميرك، فانا ما راح اترك اخوي الحسين عليه السلام. والامام العباس عليه السلام قال له بما انه انتم اعلنتوا الحرب على اخوي الحسين بن علي باليوم السادس، غدا باليوم السابع من محرم راح اعلن الحرب عليكم. وبالفعل من اجى اليوم السابع من محرم الامام العباس عليه السلام جهز نفسه للقتال وركب للخيل وتوجه المعسكر عمرو بن سعد ودمره بالكامل. وكان دائما الامام العباس عليه السلام يضرب بسيفه يمين ويسار، وكانت كل ضربه من الامام العباس تنزل كالبرق على العدو. واثناء القتال كان الامام العباس عليه السلام يردد بهاي الكلمات ويقول اني انا العباس واغدو بالسقى لا اهاب الموت يوم الملتقى. وقدر الامام العباس عليه السلام يهزم المعسكر مال عمرو بن سعد، ويعتبر يوم نصر للامام العباس عليه السلام الوحده، ورجع المعسكر الامام الحسين وهو منتصر لحد ما اجى اليوم العاشر من محرم وهو يوم الكارثة والمصيبة. والله لا أعطي بيدي إعطاء الكريم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنا ابن علي المخي من آل هاشم، وجدي رسول الله أكرم من نشأ. باليوم العاشر الامام الحسين عليه السلام لاحظ كل الاطفال وكل عائلته واصحابه بعد ما يتحملون من كمية العطش، فالامام الحسين عليه السلام امر اخوه ابو الفضل العباس سلام الله عليه انه يروح يتوجه للشريعة ويجيب المي حتى وان كان بالقتال. بالفعل الامام العباس عليه السلام ركب الخيل مالته وتوجه للشريعة، وكان معسكر ابن سعد محاوطين النهر بصورة كاملة، وبكل شجاعة الامام العباس عليه السلام الوحده قدر يدمر ويشتت صفوف المعسكر بصورة كاملة، بحيث الأغلبية انهزموا من عنده، لأن كان اللي يوقف قدام الإمام العباس عليه أفضل الصلاة والسلام أمامه خيارين، يا أما ينطرح بالقاع ورقبته تطير، يا أما ينهزم من عنده. وأول ما صار الإمام العباس عليه السلام يم الشريعة صاح أنا العباس بن علي ابن أبي طالب، فالأغلبية انهزمت والإمام العباس توجه للنهر. أول ما وصل الإمام العباس عليه السلام للنهر وخلى إيده بداخل المي وشال من عنده، الامام العباس ما شرب منه، مو لان تذكر اخوه، هاي المعلومة غلط. الامام العباس عليه السلام طول عمره او بالاحرى بداخل المعركة ابد ما نسى اخوه ولا لحظة، هو اصلا جاي قاتل على مود اخوه، شلون ينساه؟ الامام العباس عليه السلام من خلى ايده بالمي وحس بالبرودة مالته مباشرة شال من عنده وقربه من حلقه وما شرب من عنده، شمره قدام الجيش. لان اذا نرجع اناك شوية بالحلقة راح نلقى انه باليوم السابع قالوا للامام العباس عليه السلام ما راح تقدر لا انت ولا اخوك توصلون للنهر، فالامام العباس عليه السلام وصل لهم رسالة انه هذا النهر وهذا اني وهذا المي بيدي وقريب من حلقي، ولكن اني شمرته من عزة نفسي لان انتم رفضتوا تعطوني هذا المي، فما من الممكن انه اني اشربه. واذا نرجع شوية بالزمن راح نلقى انه مسلم بن عقيل اللي هو ابن عم
الامام الحسين عليه السلام صار ويا نفس الموقف او بالاحرى مقارب لهذا الموقف. المهم الامام العباس عليه السلام ما شرب من المي، ترس القربة على مود يوديها المعسكر الامام الحسين عليه السلام. واول ما الامام العباس عليه السلام طلع من النهر كان اكو واحد قاتله ورا الشجرة. الإمام العباس عليه السلام أول ما طلع من النهر مباشرة أخذ أكثر من سهم بصدره، ولكن ما أثرا بالإمام العباس. أحبك يا أبو فاضل موقف وروح، أحبك يا أبو فاضل موقف وروح. وبعد ما تقدم شوية كان اكو واحد قاتله ورا الشجرة، واول ما وصل الامام العباس يمه مباشرة اخذ ايده اليمنى غدر. اول ما اخذوا ايد الامام العباس عليه السلام اليمين مباشرة قال هاي الابيات الشعرية، قال اني انا العباس ذو التودد، نجل علي المرتضى المؤيد، لا ارهب الموت اذا الموت رقى، حتى تراني ميتا عند اللقى، نفسي لنفس الطاهر الطهر وقى، اني صبور شاكر للملتقى، إني أنا العباس صعب باللقى، والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني، وعن إمام صادق اليقين، نجل الرسول الطاهر الأمين، يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده إن كنت فلا تكوني، هذا الحسين شارب المنون، كيف تشربين البارد المعين. وبعد ما أخذوا إيد الإمام العباس عليه السلام اليمين واليسار مباشرة أخذ عمود بمنطقة الرأس. أحبيك الجروح بترفض تهيد. بعد هذا اللي صار الامام العباس عليه السلام كان حاط القربة بحلقه ويمشي بيها على الخيل، يريد فقط يوصل المي للامام الحسين عليه السلام، وهي من غير السيوف والجروح اللي ياخذها الامام العباس عليه السلام والاسهم اللي بصدره، ومن ضمن هاي الاسهم اجا سهم بعيونه. فالامام العباس عليه السلام مباشرة وقع من الخيل، فكان اكو عين بيها سهم وعين جامد عليها الدم، فما يشوف الامام العباس عليه السلام نهائيا. وزيد على هاي ايديناته الاثنين مقطوعة، فما يقدر لا يوخر السهم من عيونه ولا يمسح الدم من عدها. فالرواية تقول اكو شخص كان يفتر داير مداير الامام العباس، والامام العباس يحس بيه بس ما يشوفه، فالامام العباس طلب من هذا الشخص يجيب له خيل، فهذا الشخص قال للامام العباس شو تسوي بيه اذا اجيبه الك؟ فالامام العباس عليه السلام قال له حاليا انا اعزل والدم جامد على عيوني والثانية بيها سهم، فخليني اودع اخويا للمرة الاخيرة. فهنا الامام العباس عليه السلام ظل يصيح ادركني يا اخي، وهاي اول مرة يقول اخي للامام الحسين، لان عاش طول عمره يقول له سيدي ومولاي. وبالفعل الامام الحسين عليه السلام توجه لاخو ابو الفضل العباس عليه السلام ولقاه واقع بالقاع ومستشهد، وقال الان انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بي عدوي. فاستشهد الامام العباس عليه افضل الصلاة والسلام وهو تارك وراه مدرسة من العلم والشجاعة والفقاهة والاخوة. وبدأوا اصحاب الامام الحسين عليه السلام يستشهدون واحد ورا الثاني لحد ما بقوا فقط النساء والاطفال والامام الحسين عليه افضل الصلاة والسلام. أنا عطشان صح، بس ما شغلني الماي، لكن لو تركتك ينشغل بالي. فالامام الحسين عليه السلام لاحظ ابن عبد الله الرضيع حتى بعد ما بيحيل انه هو يبكي، فالامام الحسين طلعه وشاله بلكت انه ينكسر قلبهم عليه. والامام الحسين عليه السلام قال لهم انه اللبن بصدر امه يبس، فانطونا المي اذا مو الي للاطفال او للنساء. فمباشرة اكو شخص اسمه حرمله، فهذا حرمله جر سهم مثلث وطلق على عبد الله الرضيع واجا بنحره. موادع غالي راح يفارق الغالي. قرأت رواية تقول انه عبد الله الرضيع اثناء ما كان يصارع الموت والدم ينزف من عنده شرب من عنده من شدة عطشه، وزيد على هاي صار دم عبد الله الرضيع بايدي الامام الحسين عليه السلام، فالامام الحسين شمره للسماء وما نزلت من عنده ولا قطرة. وكل الروايات تقول انه اشتد حمار السماء بحيث السماء صارت حمراء بصورة مو طبيعية.
طبعا واذا تلاحظون هذا الشيء حتى بكل السنين اللي احنا عشناها بيوم 10 محرم من تطلع المغرب او العصر تشوف السماء حمراء. هنا الامام الحسين عليه السلام تعب كلش ولكن بقى صامد. هنا عمرو بن سعد قائد جيش يزيد قال لهم انطوني سهم وخلوني اني اول واحد اطلق على الحسين وشهدوا هذا الشيء يم يزيد على مود يكافئني. وبعدها كل الجيش بدا يطلق السهام على الامام الحسين عليه السلام. فصاح الامام الحسين ويلكم على ما تقاتلونني، على حق تركته ام على شريعة بدلتها ام على سنة غيرتها؟ فقالوا له نقاتلك بغضا منا لابيك على ما كان يفعله بكبار مشايخنا. فالرواية تقول بكى الحسين عليه السلام وانطلقت السهام. الامام الحسين عليه السلام ما استسلم وظل يقاتلهم لحد اخر لحظة وفنى عدد من يمهم كلش كبير، بحيث ما هالقد الامام الحسين عليه السلام قتل عدد من عندهم كلش كبير. عمرو بن سعد ظل يصيح اتعرفون من تقاتلون؟ انه الحسين بن علي بن ابي طالب. أتدرون من تقاتلون؟ هذا ابن الأنزع البطين، هذا ابن قتال العرب، احملوا عليه حملة واحدة وإلا أفناكم عن آخركم. وظل يصيح ويقول هذا ابن الموت الأحمر ويقصد الإمام الحسين عليه السلام. فاصطفوا إليه إلى 4 جيوش. أيها الأمير، إن هذا الرجل يفضينا عن آخرنا مبارزة، وكيف نصنع به؟ ماذا نصنع؟ نفترق عليه 3 فرق، فرقة بالنبال والسهام، وفرقة بالسيوف والرماح، وفرقة بالنار والحجارة. وهذول ال4 جيوش يلا قدروا للإمام الحسين عليه السلام إن هم يوقعون من الخيل مالته. فأول ما وقع الإمام الحسين عليه السلام قال بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله، وصاحب صوت كلش عالي وجداه. ومن الرمل يا ناس جمع له وساده وسد عليها ونام بالغبر رمي. شوفوا على الرغم اللي اخذها الاسهام الامام الحسين عليه السلام والجروح اللي لا تعد ولا تحصى، وزيد على هاي كان مطروح الامام الحسين بالقاع، وزيد على هاي انه الامام الحسين عليه السلام كان مطروح بالقاع ويلفظ انفاسه الاخيره. وعلى الرغم من كل هذا كل جيش يزيد كان يخاف يوصل للامام الحسين، لحد ما اجى الشمر بن ذي الجوشن وقعد على صدر الامام الحسين عليه السلام، وهذا الشمر كان ملثم. فالروايه تقول الامام الحسين عليه السلام قال له اسقني بالماء بحق جدي رسول الله. فقال له انا ما راح اسقيك واخليك تذوق الموت وانت عطشان، فاسقني قليلا من الماء، والله لا تذوق من الماء قطرة واحدة. هنا الامام الحسين عليه السلام قال له ما راح اطلب منك المي، اريدك فقط تكشف لي عن لثامك. فالشمر بن ذي الجوشن رفض انه هو يكشف عن لثامه، حتى كررها الامام الحسين 3 مرات، وبالمرة الثالثة الشمر بن ذي الجوشن وخر اللثام من عنده. والامام الحسين عليه افضل الصلاة والسلام قال صدق جدي رسول الله عندما قال الذي سيقتلك ابقع ابرص يتشبه بالكلاب والخنازير. هنا الشمر بن ذي الجوشن من سمع كلمات الامام الحسين عليه السلام واللي قاله قلب الامام الحسين وقسم له انه راح يذبحه من قفاه. وما قال جدك يا حسين؟ ها؟ إن جدي كان يقول لأبيه يا علي يقتل ولدك هذا رجل أبقع أبرص يشبه الكلاب والخنازير. يشبهني جدك بالكلاب والخنازير؟ والله لأكبنك على وجهك وأذبحك من قفاك أشد لعذابك. وبالفعل الشمر نفذ العملية بصورة كاملة وانتصر الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام على